كبة بسلق أو الكبة النباتية. أول خطوة، نقيت السلق، غسلته منيح، كتيت الوراق بس. الضلع شلته، هيدي الأكلة بعكس فطاير السلق، الضلع ما بنحتاجهم هون، بدنا بس الورق. بعد ما كتيتهم كلياتهم حطيت عليهم ملح خشن، تركتهم شوي وصرت بهيدي الطريقة أعصرهم بإيدي لحتى يدبل السلق وتنزل ميته كلياتها. ضفت عليهم بصل مفروم، معلقة بابريكا، نتفة ملح صغيرة لأن حطينا ملح من قبل، وزيت زيتون. لعجينة الكبة احتجت كاستين برغل ناعم، حطيت لهم كاستين مي سخنين وتركتهم مدة 10 دقايق لحتى تفتحت حبة البرغل. ضفت لهم كاستين طحين، شوية ملح، وصرت أعجنهم وضيف مي شوي شوي على الطلب لحتى تتشكل معي عجينة متماسكة. بهيدي الطريقة صرت كبكبهم. استخدم شوية مي لما بدي أورهم. حشيتهم بالسلق، دعمتهم بالحشوة. إذا عم تحبوا فيديوهاتي اشتركوا بقناتي اليوتيوب، رح حط الرابط بالتعليقات. لسلق الكبة حطيت طنجرة مي على النار، بس غليت حطيت لها شوية ملح وحطيت الكبة فيها، بس تطلع الكبة لفوق معناها استوت. بس استوت حطيتها بصحن التقديم. قسم منها حطيت عليها دبس فليفلة مع شوية زيت، ملح وحامض ليمون وثوم مهروس، وقسم منهم حطيت لبن مع طحينية مع شوية ثوم، ملح وحامض ليمون.